مساء الفل، انا عايزك تهدى خالص كده وتفكر في اللي احنا نقوله عشان هيفرق معاك شويه كده. كل الناس وحشه من وجهه نظرك المتواضعه كده. جينا اتكلمنا على الجواز، وعلى فكره الناس تكمل نص دينها والناس بتسند بعض والاهالي هيقف معاك. قال لك فين الاهالي دي؟ ده الاهالي ولاد تي 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 تي. طب البنات هتقف معاك، البنت لما تحبوا بعض تحترموا، يا ده البنات دلوقتي دايما كذا وكذا وكذا وكذا. سيبك بقى من البنات واهاليهم، خش بقى على الناحيه الثانيه اللي هم اهالي البنات. ده الولاد دلوقتي كلهم صايعين وضايعين وفاشلين وسفله وعايزين يستغلوا البنات وعايزين وحشين جدا 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 جدا. بعد كده تروح طالع من الحواديت دي. طب بقى الشغل بقى، لا لا ده مديري ده اسوأ توكسيك انفايرمنت. الموظفين اللي معايا كلهم ولاد 60 في 70، كلهم عايزين مصالحهم الشخصيه، كلهم بيدمروا فرصي في الحياه. والمدير ابنه وابنه وابنه، والمدير دايما بيحابي ناس معينه، ودي بتحب الناس اصحابها ومش عارف ايه. كل حد واصحابي ده غيره عامله ازاي. وتبص على المسلسلات والافلام كله بيسب ويلعن، يا ربي مش معقول. والاخوات ما يقفوش مع اهاليهم. هي الدنيا كلها وحشه خالص يا جماعه. السؤال البسيط عايز اساله كده، هو حضرتك ايه بقى؟ دايما ساعات لما بيجي في المحاضرات دايما بتكلم مع ناس بقول لهم انت القيم بتاعتك ايه؟ يقول لي حاجات زي الفل، الصدق والكرامه والعمل الجماعي والاسره والدين وكل حاجه زي الفل. طب بالنسبه للناس اللي حواليك بقى، الناس الدنيا اللي بره دي بقى، لا لا القيم بتاعتهم كلها الفساد والنفاق والانتهازيه والوصوليه. الله، ده انا مع ملايكه بقى ولا ايه؟ وانتم ملايكه والناس الثانيه اللي وحشه؟ ولو سالت الناس الثانيه يقولوا عليكم نفس الكلام؟ ممكن كده عشان نهدى، لان احنا بنضيع وقت رهيب ان احنا عمالين بنسب ونلعب في كل حاجه، شايفين الدنيا كلها وحشه وده نهايه الكون والزمن بقى غير الزمن يا عمو. عمو دي وحشه جدا، هو بالتالي مربوطه، هي المفروض تكتب بالواو لو حبيت تعملها، بس ما علينا يعني. دايما الزمن بقى غير الزمن وانتوا في خيال على فكره طول عمرها كده من 1400 سنه. ربي سبحانه وتعالى في سوره الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. طول عمرها كده. هنعمل ايه؟ ندور على الناس اللي زينا. لو الناس كلها وحشه يبقى انت وحش. احنا بالظبط هنكون زي الناس اللي حوالينا، بنشبه بعض، بنلاقي ناس كويسه بنطلع احسن ما عندنا. بس الدنيا مش مستحمله، صعبه نحاول نطلع احسن ما عندنا يا شباب. بص في مرايتك وبص في ورقتك وربك يسهلها ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم، ما تكلموش حد غريب. يوم جميل ان شاء الله وعيد سعيد علينا كلنا يا رب ان شاء الله.